الطريق كانت مضنية إلى دوار أيت محمد وسط جبال الأطلس الكبير، حيث تنحدر أم التوائم الأربعة. حوالي 50 كيلومترا من المسالك غير المعبدة والوعرة تفصل بين المستشفى الإقليمي لمدينة أزيلال وساكنة هذه المناطق. هذه الطريق سلكتها لطيفة بوحاج رفقة زوجها في سيارة إسعاف بعد يوم من الانتظار وأوجاع ما قبل الولادة. الحكاية يرويها حسن من داخل بيت أسرته. جا الجامعة 8 العشية، الليل كامل ما نعسنا لا هنا ولا هي. ملي جات كاع لابيلونس وصلنا معذبه مع الطريق محفر، ما كاين كاع لا بيس نيت ما مصايباش تكون كاع لا بيس. وصراحه تمحنا بزاف والحاله انت كتشوف. هنا بالمستشفى الإقليمي لأزيلال وبعد طول انتظار وضعت الأم توائمها الأربعة بطريقة طبيعية بعد تدخل عاجل من الطاقم الطبي المشرف على قسم الولادة. محن مزيان وتمرت، راه الطريق بعيد وتمحن حتى وصلت هنا وحتى ولدت وبقيت شوية ودابا غير شويه. الحمد لله المرأة ولدت بصفة طبيعية وحالتها الحمد لله جيدة، والبنيات ديالها الحمد لله حتى هما راه مزيانين. راه تنتبعوا الحالة الصحية ديالهم بالهاتف لأنه صيفطناهم للدار البيضاء. مصلحة قطرة الحليب كانت الوجهة الثانية لتوائم دوار أيت محمد، حيث قطعنا 6 ساعات من أزيلال إلى الدار البيضاء. رحلة كانت من نتائجها وفاة 3 توائم نتيجة صعوبات في الجهاز التنفسي. كاع لي بريماتوري تيكون قل من كيلو، واحد فيه 940 غرام، واحد فيه 980 غرام. هادو تيكونوا اقل من كيلو تيكون عندهم تكون خطورة في العلاج ديالهم. حالة الأم لطيفة بوحاج وتوائمها الأربعة نموذج للصعوبة التي تعانيها النساء الحوامل بمنطقة الأطلس الكبير، ونموذج أيضا للانتظارات العارضة للمواطنين في مجال تحسين الخدمات وتطوير البنيات التحتية.